فشوف الفرق، 13 سنه عاش زياده وفقط لانه ياكل سمك، هذه مهمه. طبعا احنا لما الواحد يقول انا ما اقدر اكل سمك، خلاص انا حاولت وجربت ومن وانا صغير ما اقدر، اقول له روح اي صيدليه واشتري حبوب اقراص زيت السمك. راح يقول لي انزين زيت السمك هل كلهم يتساوون؟ يعني الحين انا مثلا انا اليوم جربت للامانه، يعني رحت الصيدليه وابي اشتري زيت سمك، كان يقولوا لي هناك 5 انواع، اي واحد تبي فيهم بالضبط؟ كان اقول اعطني اياهم 5. انا اليوم بسوي تجربه قدامكم وراح اقول لكم شلون انكم تختارون افضل زيت سمك موجود في السوق وفي الصيدليه. انا بجيب قلاصين، ابي الكاميرا تنحط على القلاصين. زين، ابي طبعا اجيب قلاصات اسفنج، ابي احط قلاص اسفنج في داخل كل قلاص رئيسي. وعندي ماي حار، يعني لو تشوفون حتى دخنته تطلع منه، خلينا نطلع لكم الدخنه، ماي حار. ابي اترس تقريبا القلاص الفلين بالماء. الحين شنو بسوي؟ عندي نوعين او ماركتين من زيت السمك. طبعا للاسف ما اقدر اقول لكم ماركتهم ولا انا ميت ابي اقول لكم شنو النوع الزين، لكن للامانه هذه التجربه اللي تقول لكم شنو النوع الزين شنو النوع اللي مو زين. ابي اخذ حبتين من الماركه هذه واحطهم بالقلاص الفلين، وابي اخذ هم حبتين من الماركه هذه واحطهم بالقلاص الثاني. الحين راح تذوب شوي شوي وراح ينخلط طبعا زيت السمك. طبعا انا الله يعيني على الزفاره، الحين قاعد اشوفها من الحين، الزفاره قويه وبعد شويه بتملي الاستديو، يبي لهم ان شاء الله معقمات حق يعني باكر. بس التجربه هذه راح يبين لكم يعني قبل ما او على ما يعني هذه يبي لها تقريبا اقل من دقيقه على ما تبين النتائج، لكن ابي اقول لكم شغله عن فوائد السمك الاخرى. يعني زيت السمك مهم جدا جدا مهم، يعني انا ما يخالف بقول جدا مره ثالثه، للحامل ولصحه الجنين. اي وحده حامل الحين احنا نلاحظ جميع كبسولات الفيتامينات الموجوده حق المرضع لازم تحتوي على كميه اوميجا 3 اللي هو زيت السمك. ليش؟ اخر الدراسات اثبتت سبحان الله، يعني شوفوا ان 60% من تكوين المخ دهن، ولتكوين خلايا المخ في الجنين يحتاج الجنين الى دهون مفيده عشان يتكون. وهذه طبعا من رحمه الله سبحانه وتعالى، اذا المراه اذا طاحت له سمبوسه وبطاط مقلي وكذا وهالدهون المضره ما راح ياخذ الدهون اللي هو قاعد ياكلها ويعطيها للجنين، بل انه يقوم الجنين ويسحب الدهون المفيده من مخ الام اثناء الحمل. فاحنا ليش انا وايد يجوني يعني وايد يجوني حريم بالعياده بعد ما تكون قطت لها 1 أو 2 والده ولادتين، تقول لي بعد الولاده تفكيري قل، ما قمت اتذكر، الذاكره راحت، اكتئاب. وهذه طبعا يعني تصير وايد، وانا اعرف كثير من الحالات. ليش؟ لان ما كانت تاكل دهون مفيده اثناء الحمل، فولدها اخذ الدهون المفيده مالتها. يمكن تقول لك والله ولدي ما يخالف عليه بالعافيه، بس احنا ما يخالف، اثنيناتكم عليكم بالعافيه. انا ابي ارجع حق موضوع الحين هذا، انا ابي الكاميرا تقرب على القلاصين. شوفوا ايش صار بالقلاص الاول وشوفوا ايش صار بالقلاص الثاني. القلاص الاول النخر والفلين راح فيها كله كامل، اما القلاص الثاني صاحي ما في شيء لحد الحين، ثلاثهم ذابوا. لكن شوفوا شلون تاكل هذا. الفلينه هذه او ماده الفلين ماده شبيهه جدا بالكوليسترول اللي لاصق في الوريد، اللي لاصق بالشريان من داخل، اللي قاعد يسكر المجرى. فزيت السمك يؤدي الى نخر الكوليسترول بالكامل، هذه تعتبر الماركه التي نخرت الفلين والتي تنخر الكوليسترول داخل. اما هذه الماركه اللي ما منها فائده، هذه ماركه تجاريه بالكامل، ففي فرق كبير وفي ناس قاعد يلعبون علينا. ديروا بالكم، هاي تجربه ممتازه، ونفس ما قلت لكم ودي ابين لكم طبعا هذه، ودي اقول لكم شنو الماركه، بس ابيكم انتم تكتشفون بنفسكم ان شاء الله. طبعا لو اتكلم عن فوائد السمك كثيره وايد، بس انا ابي